بنتي نحيفة جدا، ولا بتحب الأكل خالص، ولا بتحب تاكل ولا سمك ولا لحوم، وجبت لها حاجات كتير جدا عشان تزود شوية الشهية، بترجع تخس تاني. أعمل معاها ايه؟ السؤال ده اكيد جاي لك من الصعيد. يعني احنا عندنا نسبة ما نحافة كبيرة جدا جدا في منطقة الصعيد، واحنا بنلمسها بنفسنا. معظم الاطفال هناك وحتى في سن التين ايج اللي هي سن 16 17 سنة، بتلاقيهم ما لهمش شهية خالص، يعني مم. نفسيتهم مقطوعة عن الاكل، مش عايز ياكل، ومهما كان الاكل قدامه بيكتفي بحاجات صغيرة جدا. الفكر السائد ان احنا بنروح نجيب حاجات عشان تزود وزننا، مشكلتها انها بتبقى حاجات فيها حاجات كيماوية، مم. بتبتدي انها تنفخ الجسم، وتبتدي تخلي الجسم يعبي ميه، فالجسم بيعبي ميه بسرعه قوي، فالاهالي تفرح، الله ده انا جبت ده وتخن. مم. بمجرد ما بيوقفوا الجسم، اسهل حاجه بيعملها ان هو بيطرد الميه دي من الجسم، مم. فبمجرد ما بيوقفوا بيبتدي ان هو يرجع تاني يبقى نحيف، فبيرجع يجيبه مره تانية مم. عشان ياخد نفس النتيجه تاني، ما بيجيبش معاه نتيجه في مم. المره التانية، خلاص جسمه اتعود عليها. طيب احنا في الحاله دي نعمل ايه؟ الحاله ديت من اهم وافضل الحاجات، يعني بالنسبه للاطفال او التين ايج او حتى كبار السن، نديهم حاجه ناتشورال طبيعيه، فبنديهم اعشاب بايولين. مم. بايولين ده باكيت عامل زي التي باك كده، بنحطه على ميه سخنه، وبنبتدي ان احنا نحليه بالعسل الاسود او حتى بالسكر، ونبتدي ان احنا نشربه. ده بيبتدي يأهل الجسم ان هو ياكل، يفتح النفس على الشهيه. فبتلاقي دايما الطفل اللي ما كانش بيطلب اكل هتلاقيه عمال يقول لك انا عايز اكل. مم. الناس اللي هي بتبقى باصه على الاكل تودي وشها الناحيه التانيه، لا مش قادره مش عايزه، هتلاقيها لا عندها هامرنج وعايزه تاكل وبتطلب الاكل. فدي من الحاجه المهمه جدا لينا، ان احنا ازاي نفتح الشهيه بشكل طبيعي.